انت شفت افلام فليني؟ طب وانت ازاي ما شفتش افلام فليني وبتتكلم معايا في السينما؟ اللي هو ايه يا ولاد اللذين يعني. فانت بقى تبدأ ايه؟ تبقى متضايق جدا، ما انا كده مش هخلص. انت بتيجي تدخل تنام وانت في حالة من الانكسار والاحباط الرهيب، انه ازاي انا بخذل نفسي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الخير على حضراتكم جميعا، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا بصحة، ويا رب تكونوا في احسن حال. في البداية اسمحوا لي من كل قلبي ان انا اشكر حضراتكم على التفاعل، وعلى ان حد ياخد من وقته ويجي يقرر انه يقترح فكرة او يعلق على حاجة بالتحديد. دي بالنسبة لي حاجة انا ببقى شايفها كبيرة جدا، وبجانب ان هي بتساعدني فهي برضو بتشجع الواحد انه يستمر في العملية الانتاجية بتاعته دي، لانه في النهاية انت الانتاج عامة في الحياة لازم يكون ليه محركات. انت في شغلانة ممكن تبقى بتعملها مش شرط انه شغفك يكون متحرك ليها جدا، بس والله انا بتقاضى عليها اجر، والاجر ده بيلبي لي احتياج ما، فخلاص انا بستحمل. ولكن لما بتكون مسؤول عن مشروع خاص بيك وانت مش هتتقاضى عليه اجر او حاجة، فبتكون محتاج فكرة نفسيا حتى بدون وعي، بتكون محتاج تحس انه المنتج اللي انت بتقدمه ده في شخص على الجهة الاخرى بيستقبله وبيتفاعل معاه وبيكون عنده مقترحات واراء فيه. فده المطلوب، وده اللي حقيقي ان انا يعني شايف ان حضراتكم تستحقوا لو سمحتوا لي الشكر عليه. والحاجة التانية هي التعليق على الفكرة بتاعت انه احنا بدأنا ننزل البودكاست في صورة اخرى مكتوبة بجانب الصورة الاساسية المسموعة يعني. وهي الهدف منها انه انت تشوف الذائقات المختلفة او التفضيلات المختلفة اللي موجودة عند السادة المتلقين، لانه في النهاية ممكن يكون في حد، وده قيل لي نصا يعني من احد الاشخاص، انه انا عندي استعداد ان انا اقعد اقرأ سواء بلوج بوست يعني او اي مكان الوصف اللي حضراتكم تفضلوه 8 صفحات 9 صفحات، ولكن ما عنديش نفس درجة استعداد اني اسمع. يعني انا واحد ما بحبش اقعد اخصص وقت للاستماع، على عكس شخص اخر ممكن يكون يعني بيكون في الطريق فترات طويلة، بيكون بيعمل حاجة في البيت مش محتاجة القدر ده من التركيز الذهني، فبيفضل ساعتها انه يسمع حاجة تكون مونساه ورفيقة ليومه او للفترة اللي هو قاعد فيها دي. فده كان يعني في رأيي حاجة يعني ضروري ومهم جدا ان انا كنت اوضحها لحضراتكم في البداية. وخلينا ندخل في موضوعنا ايه النهاردة. موضوعنا انه انا عندي مشكلة، والمشكلة دي هي مش مشكلة حديثة خالص، هي مشكلة مستمرة معايا بقالها 10 سنين. والفكرة انه ما حصلش اي حاجة في المشكلة دي تطورات، غير ان انا مؤخرا بدأت ادرك ان هي موجودة وان هي مشكلة. قبل ما نبدأ في المشكلة دي خلينا نطرح بعض التساؤلات على سبيل الدردشة وعلى سبيل تفتيح الكلام كده. لو جينا نحط سؤال افتراضي كده، انه والله هو مين اكثر معرفة ما بينك انت وما بين حد زي مثلا نجيب محفوظ وقبلهم مثلا شكسبير؟ والهدف من اختيار الاسامي دي ان دي والله اسامي ليها ثقل وليها وزن في الحتة بتاعتها دي. الاجابة انه اللي عنده معرفة اكتر يعني بنسبة كبيرة جدا هو حضرتك او هو احنا دلوقتي. طيب عظيم جدا، وده يعني بالقياس لمصادر المعرفة اللي بيكون متعرض ليها كل واحد منكم. يعني هم بيبقى متعرضين لمعرفة قد ايه، وانت دلوقتي متعرض لمعرفة قد ايه. ده السؤال الاول. طيب السؤال التاني، مين انتاجيته او المنتج الابداعي اللي هو بيقدمه اكثر اصالة واكثر ابداعا، وقد يكون في بعض الاحيان اكثر غزارة منك؟ يعني من الاتنين، من الطرفين. هل حد زي نجيب محفوظ وشكسبير ولا انت؟ الاجابة هتبقى انه قطعا نجيب محفوظ وشكسبير. طيب
السؤال بقى الأهم لاستنتاجي من الموضوع ده كله، هل في علاقة مباشرة ما بين كمية المعرفة وجودة المنتج النهائي اللي بيخرج؟ يعني هل أنا في حد أدنى كده من المعرفة لو عرفته، أو يعني كمية معينة من المعرفة لو بقت عندي أقدر أقول إنه والله أنا أقدر أطلع هنا إبداع بالثقل الفلاني؟ هنا بقى ده أنا في رأيي إنه المدخل الأنسب لطرح مشكلتي على حضراتكم والدردشة فيها مع بعض. أنا من حوالي 10 سنين بدأت أدرك إدراك واعي إنه أنا عايز أمتهن المهنة دي. مهنة إيه؟ وقتها بالنسبة لي ما كانش ليها اسم، ما كنتش فاهم، ولكن أنا كان اللي كنت شايفه إنه والله أنا عندي حاجة بقولها وقد أملك بعض المهارات اللي تسمح لي إن أنا أقول الحاجة دي بصور مختلفة، سواء كتابة أو إلقاء يعني، أو يعني حتى تأليفا لو حاجة يعني قصة أو رواية أو حاجة زي كده. طيب عظيم جدا. بدأت ان انا في السن ده وقتها كنت مراهق يعني، بدأت احاول اشوف طيب والله انا عشان ابقى عندي حاجة بقولها للناس ايه اللي انا محتاجه. برضه بديهيات يعني في السن ده محتاج ان انت يبقى عندك حاجة تقولها، وده هيجي من معرفة، او ان انت يعني حتى كان بيبقى من باب الاستسهال ساعتها ان انت تقرا كتير. فبدات ان انا اشوف طيب تمام، انا هحاول اني اعرف هو الاساتذه بتوع الشغلانه دي او الصناعه دي اللي والله انا حبيت الموضوع من خلالهم، عيني لمعت ومخي نور لما سمعتهم وشفتهم وقريت لهم. كان في شبه اجماع على حاله من النهم المعرفي عند النماذج دي. احد الاشخاص مثلا كان يقولك انا دايما حاطط راسي على الشاحن، كناية يعني عن انه والله انا طول الوقت في حالة من المعرفة الدائمة. حد تاني كان يقولك بكل استعراض لغوي كده انه انا بقرأ لمدة 16 ساعة يوميا، وغيرها كتير من الامثلة اللي لو استشفيت منها حاجة هي زي ما قلنا كده تستشف منها حالة النهم والرغبة والاشتهاء الدائم للمعرفة. ودي في حد ذاتها حاجة كويسة، حاجة محفزة ليك انت كشاب بيبدأ انه انا ضروري يكون عندي قدر كبير جدا من المعرفة الغزيرة عشان تثقلني وتخلي دماغي على الوزن الكافي او على القدر الكافي اللي يخليني ابدأ اني والله اتصدر مشهد بعد سنين طويلة واتكلم مع الناس. لحد هنا مفيش اي مشكلة. المشكلة بتبدأ لما انت تاخد اجابة الاساتذة دول وتحاول ان انت تطبقها على المطلق من غير ما هم يوضحوا لك الحقيقة الكاملة او الفورميولا او الوصفة الكاملة. طيب انا ايه اللي حصل معايا؟ انا عامة شخصية يعني اكستريمست جدا، بحب ان انا لما اجرب اي حاجة اجربها للاخر، ودي مش حاجة هيلثي بس دي صفة فيا يعني. انا ادركت ده بعد وقت، بس انا مش من الناس اللي ببدأ بالراحة، انا عندي المشكلة دي. فبدأت بعد وقت ابقى عندي الرغبة انه لا انا مش هيعدي يعني فلان ده بيقرأ 16 ساعة، طيب انا حتى وانا نايم هيكون في حتى لو كتاب صوتي او حاجة شغالة معايا. وقد كان حالة تقريبا من المعرفة وانه في kind of content او نوع من انواع النوليدج اللي موجودة طول الوقت في الحيز بتاعك. تبدأ وانت نايم بالليل في برنامج اذاعي او بودكاست او برنامج حتى لو تلفزيوني او كتاب صوتي او حاجة انت عامل لها convert to mp3 ان انت تقعد تسمعها وانت نايم وتنام عليه، وبعدين تصحى الصبح لازم يبقى في بودكاست او برنامج مدته من 40 دقيقة لساعة ياخد معاك الجزء بتاع الصبح ده. وبعدين وانت في الطريق يعني اما الايربودز في ودنك او السماعات في ودنك او بتقرأ كتاب، وهكذا. يعني مش حابب ان انا امسك لكم ساعة في اليوم، ولكن ملخص الكلام انه انت بدأت تحط نفسك طول الوقت في حالة من المعرفة، واللي هو لحد هنا برضو مش مشكلة في حالة يعني لو انت بالذات في مرحلة تأسيسية في الطريق بتاعك في الحتة دي. طيب المشكلة بتبدأ فين؟ المشكلة بتبدأ مع فكرة القائمة، قائمة الحاجات اللي أنا عاوز أتحصل عليها معرفيا قبل ما يعني تنتهي رحلتي في الكوكب.
طيب القائمة دي قائمة يعني شديدة الطول بشكل يعني مخيف، بيتحول بعد كده المخيف ده لمحبط. ليه؟ لانه انت فور اكزامبل مثلا، او على سبيل المثال، بتقوم حاطط والله انه مثلا ادب نجيب محفوظ، ادب يوسف ادريس، ادب احسان عبد القدوس، كتابات طه حسين وعباس العقاد، تقوم حاطط مثلا مسلسلات ارون سوركن وشوندا رايمز، حابب ان انا اشوفهم كلهم. لو انت ممكن تبقى شفت منهم اوريدي حاجات، وتقعد ارشيف الاذاعه المصريه، ده في برنامج الفلاني كان مع استاذه اماني ناشد، حابب لازم ان انا اجيب حلقاته كلها واتفرج عليه. ايه ده نجوم اف ام نزلت الارشيف بتاعها، لازم يتسمع كله، ما ينفعش ان انا مبقاش عارف ارشيف نجوم اف ام. ارشيف الصحافة، ايه ده في واتش ليست طويلة جدا على نتفليكس، ايه ده في واتش ليست طويلة جدا على شاهد، ايه ده انا ازاي ما شفتش الشهد والدموع، ده انا لازم اشوفها، ايه ده انا ازاي ما شفتش جزء معين في ليالي الحلمية، لازم اشوفه. الملخص انه القائمة نفسها بقت طويلة لدرجة مخيفة. طبعا انت في ظل حالة النهم دي بتيجي على اخر اليوم تحاول ان انت تبص كده على القائمة دي وتشوف طيب والله انا انجزت ايه النهاردة. وانت لسه بتشوف، بتلاقي نتفليكس نزلت 4 مسلسلات و5 دوكيومنتريز وكام برنامج، وبلاتفورم تاني نزل فيلم جديد لمروان حامد، تلاقي في الكاتب المفضل ليك استاذ عمر طاهر مثلا نزل كتاب جديد، ايه ده في رواية جديدة، ايه ده في فيلم في السينما جديد، ايه ده في بودكاست جديد اكتشفته اسمه فور اكزامبل، يعني زي من ضمن الحاجات اللي بحبها بيزنس وورز. يعني انت بتيجي تدخل تنام وانت في حالة من الانكسار والاحباط الرهيب انه ازاي انا بخذل نفسي كده. طيب المشكلة مش بس فيك انت ونفسك، المشكلة بتتفاقم او بتتضح اكتر لما تروح تتفاعل مع حد. انت طبعا في حالة معرفة وقراءة رهيبة جدا طول الوقت، فتروح بقى تتعامل مع حد، يعني على سبيل المثال يجي يقولك ايه، انت مثلا بتحب السينما جدا وعمال تقعد تتفرج، فتقعد تتناقش، يجي يقولك يعني هو يبقى عايز يقفل الكلام معاك كده بشكل مش لطيف، فيجي يقولك انت شفت افلام فليني؟ طب وانت ازاي ما شفتش افلام فليني وبتتكلم معايا في السينما مثلا؟ او تلاقي ان انت مثلا بتشتغل في كتابة حاجة متعلقة بالسينما، فتلاقي حد يقولك هو انت ازاي مش دارس كوروساوا؟ انت بتبقى وقتها مثلا مش عارف انت فلان ده مين كوروساوا ده، يعني اللي ما يعرفش هو مخرج ياباني، يعني من الاساتذه في فكره الكومبوزيشن بشكل رهيب بصراحه. يعني انا بالنسبه لي بحس يعني كتير من الاحيان لما بشوف له حاجه بحس انه يوسف شاهين استلهم منه حاجات كتير، يعني استلم منه في فكره الميزانسين او حركة الممثلين مع حركة العناصر الفنية التانية، الكاميرا، الإضاءة، يعني شغل عظيم يعني. ولا ده ان انا شفته كله، فتلاقي حد بيقولك اذا انت ازاي ما شفتش شغل الشخص ده، فانت تحس بالاحباط، فتروح تحاول ان انت تطبق على شغله. طبعا انت في وسط ده كله انت عندك شغل اصلا اللي هو اكل عيشك، فتحاول ان انت تتفرج عليه كله وانت تحس انترنالي كده او داخليا بعدم الاستحقاق، وانه ازاي انا ما شفتش يعني اعمال هذا الرجل المبدع ده. انا يعني لا استحق ان انا يعني مش ان انا اشتغل في السينما وبتاع، انا ما ينفعش اعدي من قدام باب استوديو النحاس، يعني انت فاهم، ما يصحش، عيب يعني. فتبدا تتضايق، تخلص الحاجات دي، تلاقي حد يجي يقولك ايوه ماشي، طب انت دلوقتي ما شفتش شغل عباس كيروستامي مخرج ايراني، يعني انت ازاي؟ تلاقي حد تاني يقولك هو انت ازاي ما قريتش كتاب او الادب بتاع ديستويفسكي مثلا وعايز تتناقش معايا؟ طول الوقت تحس انه ايه ده، انا ازاي ما عنديش ده، فانا اروح اعمله. فتلاقي حد يناقشك في قصة ليوسف إدريس، ايه ده انت ازاي ما تعرفهاش، ايه ده انت ازاي ما قريتش أدب خيري شلبي، اللي هو ايه يا ولاد اللذين يعني. فانت بقى تبدأ ايه، تبقى متضايق جدا، ما انا كده مش هخلص، يعني مستحيل. وطول الوقت الناس
يعني كجزء كرياتيف يعني لا، الناس جادجمنتال جدا، اللي هو انت يعني you don't have the right to call yourself وسط مش عارفه ايه. يعني انت ملكش الحق ان انت يعني تشير الى نفسك او تتكلم عن نفسك بالمنطق ده. فتبدأ انك تتضايق وتبدأ انك تحبط اكتر، تستمر حالة الاحباط دي في ظل سعي غير، يعني في ظل سعي واهم منك ان انت هتوصل وهتحقق كل اللي انت عايزه ده، وتبقى قريت واتفرجت على كل الحاجات دي قبل ما تموت. لحد ما مش عارف ليه جه في دماغي كده، يعني كنت في ظل حالة انترنالي كده من الاحباط، فتقوم يجي في دماغك مشهد شاعر جاهلي، يعني مش شرط نتكلم على حد بعينه، ماشي بيتأمل في الصحراء، راكب الجمل بتاعه بيتأمل في منحنيات رقبة الجمل وفي كرمة العنب أو يعني كرمة الخمر، أو اللي هي شجرة الخمر أو العنب يعني اللي موجود، وبيتأمل في لمعان الرملة وبيتأمل في كذا. وتلاقيه بعد ده كله يقوم رصص لك 100 بيت يكونوا من الجودة والمتانة ان هم يستمروا ويخلدوا على مدار يعني اكتر من 1000 سنة، اللي هي المعلقات او ما يسمى المعلقات، يعني اللي هي القصائد بتكون طويلة جدا، يقال ان هي اكتر من 100 بيت وبتكتب مذهبة او بماء الذهب يعني على جدار الكعبة، من كتر العظمة يعني والقيمة بتاعتها، اللي هو ايه بتنزل سبونسرد كده على الحتة اللي بيشوفها الناس كلها يعني. فتبدأ تسأل، طب هو حد زي ده مثلا، يعني هو كان بيقرأ ايه؟ هو كان بيعرف ايه؟ تجد انه ممكن كان يبقى بيطلع يعني على شغل الشعراء الزملاء وهم بيدسوا بعض في سوق عكاظ يعني، بس هو ما كانش بيقرا الكم ده كله. ايه ده؟ طب ده ما طلعش الفكرة في كمية المعرفة. بدأ الموضوع يتضح عندي اكتر لما يعني كبرت شوية، وبدأت يعني شاء الحظ وشاء القدر اني اتعامل مع بعض من هؤلاء بقى الاساتذة اللي انا كنت بتفرج عليهم واسمعهم واقرأ لهم وانا لسه عايز ابدأ المشوار ده، لو انا لسه في بدايته يعني مش ديف انا يعني، بس بتكلم انه دلوقتي انت لا خدت شويه ستبس، فتيجي تشوف تجد انه انت بتذكر للاستاذ ده مثال من عمل، من فيلم، من كتاب، من مسلسل، من دوكيو سيريس على نتفليكس، وتجد انه ما يعرفوش ايه ده الاستاذ طلع مش عارف الحاجة دي. وده لا يعيبه، يعني لا يعيبه خالص، هو الفهم الغلط اللي كان عندي هو اللي كان يعني عامل لي تشوش شوية في الحتة دي. والفهم الغلط بجانب انه في المجتمع كده بيسألك اسئلة، وانا في رأيي ان هي اسئلة شديدة السخف ويعني قليلة القيمة لدرجة مش حلوة. وهي سؤال من نوعية مثلا انت قريت كام كتاب او بتقرأ كام صفحة في اليوم مثلا، يعني انت بتقرأ قد ايه عشان عايز تكتب. انا فاهم انه البعض لو هو مش مغرض يعني بيبقى بيسأل السؤال ده من منطق الحث للشاب او الشابة اللي بيبدأوا حياتهم دول، ان انت والله لو عاوز تتصدر مشهد معرفي بصورة من الصور يجب ان تملك ما تقوله. ده انا مدركه يعني، بس انا بتكلم على البعض اللي بيبقى بيتعامل مع الموضوع كوانتيتيف او كمي. في ناس كبيرة بتعمل الحركة دي، يجي يقولك انت قريت كام كتاب السنة دي؟ ايوه يعني مبدئيا هو الكتاب انا ممكن تقرا كتاب وزنه صغير بس قيمته المعرفية عالية، ممكن تقرا كتاب كبير وهو غث يعني بلا اي قيمة تذكر. فأدركت حاجة في الوقت ده وبدأت ان انا ادركها مؤخرا اكتر، وهي ده كانت المحرك بالنسبة لي انه انا اختار ان هي تبقى موضوع البودكاست النهاردة او حلقة النهاردة، وهي انه المقولة بتاعت الخيال اهم من المعرفة. والخيال والابداع هم بيجوا من منطقة واحدة، بس الابداع مش بيجي من منطقة المعرفة. المعرفة بتغذي الخيال وبالتالي بتقدر ان انت تبدع من خلاله. يعني مثلا انت لو ما عندكش اي خلفية عن المعمار الروماني مثلا، فانت هنا مخك بينقصه معلومة، لكن معرفتك لده ممكن والله تخليك
مثلا بتعمل ديكور فيديو كليب، ديكور اعلان، فتبقى عارف انه في تمثالة لفينوس مثلا بشكل معين فتستخدم. فهنا معرفتك ألهمت قدرات الخيال عندك، وبالتالي عززت الإبداع عندك. الخيال اللي بيحصل لما المعلومات دي تتمضغ كويس في بقك وتتبلع وتترك لها المساحة والفترة الزمنية الكافية ان هي تهضم، وبالتالي تعود عليك بالنفع بعد كده. مش ان انت تكون في يعني سوري في اللفظ يعني حالة من الزلط الدائم، ان انت عمال تزلط ومش بتمضغ، ومعدتك ما بتبقاش فاهمة وانا ايه الحاجات اللي انا يعني بتلقاها ديت، وانا مش هستفيد منها حاجة، لا دي تخرج زي ما هي. فاكتشفت ده واكتشفت انه لا احنا محتاجين نبقى عارفين ده، واكتشفت حاجة انه مش عيب خالص ان انت ما تبقاش شفت بريكنج باد، مش عيب خالص ان انت ما تبقاش قريت ليوسف ادريس حاجات كتير، مش عيب خالص ان انت ما تبقاش قرأت لنجيب محفوظ حاجات كتير. من المؤكد 100% ان انت قراءتك لهؤلاء الاساتذة وغيرهم والفرجة يعني والاستماع، كل التلقي ده 1,000,000% و1,000,000,000% مفيد، وتبقى انت في حالة من السعي الدائم، بس السعي اللي هو على الهادي بهدوء بروقان، اللي هو والله انا هستمر في اللي انا بعمله ده، وهذاكر وهقرأ، وفي النهاية انا يعني يوم 24 ساعة اللي املكه ان انا ما ضيعش وقت بس ان انا سكرول في السوشيال ميديا يعني. مع العلم ان هي للأسف فيها مصادر معرفية يعني شديدة الندرة وشديدة العظمة يعني بتطلع منها. فانا ادركت ده وشفت انه لا، الموضوع يستحق المشاركة. دايما يعني تعامل مع نفسك انه يبقى في نوع من انواع التصالح يعني تجاه حاجة قد تكون بائسة، وده انا ادركته وسلمت بيه، انه انا لحد ما تجربة حياتي تنتهي على الكوكب ده انا مش هكون لحقت اخلص كل الحاجات اللي انا عايز اخلصها، مستحيل. لانه انت يعني حالة المصادر المعرفية دي مش هتخلص، وانه انت حد يسمح لنفسه انه يحتكر معرفة معينة او يحتكر القيمة من المعرفة اللي عنده دي. طيب هو دلوقتي هو المبدعين دول في مصر بس؟ طب ما انت بتتكلم على اكتر من 100 دولة بيطلع منها ابداع، هل كل الناس دي بتتعرض لنفس المصادر المعرفية؟ الإجابة إنه لأ. وبالتالي مش مهم تكون بتقرأ إيه، مش مهم تكون بتتفرج على إيه، مش مهم تكون بتسمع إيه، أيا ما كان الحاجات اللي أنت بتسمعها دي هتطلع في الشكل النهائي للمنتج اللي أنت بتخرجه. ولكن يجب إن أنت تكون مدرك ده، مدرك إنه أنا لا يعيبني خالص إنه أنا ما قرأتش الحاجة دي، وده في رأيي إنه مهم جدا. وبالتالي لو احنا حبينا نقفل الموضوع بحاجة، فهقول لك او هقول لنفسي انه كل على قد ما تقدر، كل حاجات مفيدة على قد ما تقدر، ولكن الاهم من ان انت تاكل بس هو انك تمضغ كويس وتسيب مساحة لعملية الهضم ان هي تحصل عشان تنتفع بيها. ده اللي كنت حابب اقوله النهاردة. اتمنى انه كلامي ده يكون يعني relatable او يمكن التعامل معاه، او حد شايف انه ده انا يعني سيم يا خالد، سيم انه انا كمان ممكن ابقى بعاني من المشكلة دي، والكلام يكون مفيد. وزي ما قلت لكم هو انا بس كل اللي بعمله ان احنا بنتشارك مع بعض الموضوع ده. ف يعني اتمنى من ربنا ان هو يكون مفيد لحضراتكم، ولو عجبكم تقدروا ان انتوا في دعمكم ده ان انتوا يعني تسمعونا برضو على المنصات التانية، وتتشاركوا الموضوع مع الناس اللي انتوا شايفين ان هم ممكن يكونوا
مهتمين احنا متواجدين فين. متواجدين في كل البلاتفورمز تقريبا او كل المنصات الخاصة بالبودكاست. بنتكلم في جوجل بودكاست، ابل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود، ويوتيوب وغيرهم، وكاست بوكس كمان. فتقدروا حضراتكم ان انتوا تسمعونا على كل المنصات دي. وتاني حاجة، احنا ليه خلينا الحلقة يوم الحد الساعة 9 الصبح؟ ده مش يعني مش تأخير مننا، بقدر ما انا حسيت انه اغلب الناس اللي ممكن تبقى بتسمع الموضوع هي بتسمعه وهي في طريق للشغل، راجعة من الشغل، قاعدة بتعمل حاجة. لكن جمعة والسبت الناس ممكن تكون بتبقى يا اما بتخرج يا اما بتقعد بتحاول تفسي دماغها كده مع اسرتها وعيلتها، فمش هنيجي نقتحم المساحة دي يعني عليهم. فشكرا جدا لحضراتكم، واتمنى ان تجدوا يعني هنا ما يفيدكم، واستنونا باذن الله الحلقة الجاية وموضوع جديد من بودكاست كولاج. شكرا جدا.